لما عاوز اكل افتح التلاجة واكل. طيب ولما عاوز اشرب افتح الحنفية واشرب. طب لما عاوز نور اقرب ناحية النور. طب اتدفى اقرب ناحية الدفاية او النار. طب انما بقى لما عاوز يبقى ليا كرامة، ابقى محدش يذلني، الناس تحترمني، يبقى كلمتي مسموعة، ابقى في مكان والناس تبقى فرحانة بوجودي، يا ترى هعمل ايه؟ بديهي جدا لما نعوز اي شيء نروح لمصدر الشيء وناخد منه. فاللي عايز بقى العزة والكرامة والقبول وسط الناس لازم يروح لمصدر العزة وهو ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا بسم الله الرحمن الرحيم: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. صدق الله العظيم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اي حاجة في حياتك هتلاقي ليها طريقين، طريق عوج كده بس سهل وهتقدر توصل له وتقدر توصل للي انت عايزه، ولكن هتبقى عامل زي على راسك بطحة. يعني اي حد هيرمي كلمة هتبقى حاسس ان هو بيرمي عليك. وفي طريق تاني، طريق صح، طريق يرضي ربنا، طريق كله مشاكل شوية ولكن في النهاية انت حاسس ان انت صح، انت حاسس ان انت ربنا معاك، انت حاسس ان انت ربنا بيوفقك، انت حاسس ان في ناس بتساعدك، علشان ربنا هيوقف لك ساعتها ناس هتساعدك وناس هتقف معاك وتبتدي تطلعك للقدام، وهتبقى ماشي وانت رافع راسك، مفيش على راسك بطحة زي ما بيقولوا. طب وهنروح بعيد ليه؟ تعالوا كده اتفرجوا على اللي بيحصل دلوقتي في غزة. لو انت شفت دلوقتي طفل من اطفال غزة، تتخيل كده ان هو واقف جنبك، هتحس بايه؟ هتحس ان انت واقف جنب مجاهد كبير مش جنب انسان ضعيف. وتعالى كده تخيل نفسك واقف جنب واحد من اليهود، هتلاقي ان انت مستحقره، ان انت مش طايقه، ان هو ربنا سبحانه وتعالى قال عن اليهود ان هم لما بيقتلوكوا من وراء حجاب، عمرهم ما هيقتلوكوا وش لوش، رغم ان هم القوه في ايديهم ولكنهم ضعفة من جوه. لكن تعالوا شوفوا اهل غزه، في قوه عندهم داخليه هي اللي بتخليهم يقولوا الكلام ده، هي اللي بتخليهم يصمدوا، هي اللي بتخليهم يقاوموا اللي بيحصل ديت. تعالوا نشوف كده مثال في عهد الصحابه. لما جه عبد الرحمن بن عوف في غزوة بدر، كان في جنبه كده اتنين كده شباب بتاعها 16 سنة، اسمه معاذ ومعوذ. الاتنين دول كانوا ما يعرفوش أبو جهل. أبو جهل ديت كان سيد من سادة قريش، وكان في مكة، لكن هم كانوا من الأنصار فما يعرفوش شكله. وطبعا المعركة كبيرة وهو سيد من سادات قريش ومحاط طبعا بحرس وراكب على فرس وحاجة ضخمة، وهم واقفين على الأرض. فلكن عندهم قوة داخلية إن هم جايين الحرب دي قاصدين ابو جهل، قاصدين يقتلوه. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف واقف كده فبيبص يمين وشماله، لقى اتنين صغيرين وهو كان نفسه يبقى جنبه كده اتنين كبار اقوياء. فلقى واحد منهم بيشاور له كده وبيقول له: يا عمو، هو فين ابو جهل؟ راح قال له: انت عايز منه ايه؟ قال له: سمعت كده ان هو بيسب الرسول، فانا النهارده لازم اقتله، فيما معناه يعني. فاستغرب جدا: انت ازاي صغير كده وعايز تقتل رأس الكفر، عايز تقتل القائد بتاع الجيش اللي قدامنا؟ وجه التاني بيخبط برضو عليه وبيقول له: يا عم، فين ابو جهل؟ قال له: ليه؟ قال له: سمعت ان هو بيسب رسول الله، فالنهارده مش هطلع من المعركه غير لما اخلص عليه. فالمهم حس بان هو واقف وسط اتنين كبار، اتنين اقوياء، اتنين مجاهدين في منتهى القوه، مش زي ما كان متخيل، مش اطفال ولا حاجه. فراح اول ما شاور لهم على ابو جهل، الاتنين تسابقوا عليه والاتنين ضربوه بالسيف، والاتنين طلعوا يجروا بعد كده على النبي صلى الله عليه وسلم عشان كل واحد فيهم يبلغوا ان هو قتل ابو جهل اللي هو كان بيسب الرسول. والاتنين قعدوا يتخانقوا، والرسول قال لهم: انتوا مسحتوا السيف بتاعكم؟ قالوا له: لا. قال لهم: خلاص وروني السيف. فبص على السيف هنا وبص على السيف هنا وشاف الدم هنا وشاف الدم هنا، وقال لهم: كلاكما قتلوا. فهنا شوفوا القوة دي، هل هي قوة عشان هم فعلا أقوياء وعضلات؟ لا، عشان هم أقوياء من جوه، عشان هم مؤمنين بأن ربنا سبحانه وتعالى مش هيضيعهم، إن هم بيعملوا الحاجة اللي ترضي ربنا. فده اللي خلاهم يديهم قوة داخلية، وده اللي حاصل دلوقتي مع أهل غزة، في قوة داخلية جواهم إن هم صح، إن هم بيرضوا ربنا. وأنا أجيب القوة الإيمانية دي منين؟ عندك القرآن، عندك الذكر، عندك الدعاء، عندك قيام الليل، عندك الصحبة الصالحة اللي هتاخدوا إيديكم بإيدين بعض لما تلاقي الشيطان بينجرف بحد فيكم وهيبتدي ينزله في الطريق الغلط. خد بالك، احب افكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل: يا جبريل اني احب فلان فاحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في اهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، فيوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فابغض، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء:
إن الله يبغض فلانا فابغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم يوضع له البغضاء في الأرض. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاختيار في إيدك، يا ترى عايز ربنا يحبك ويخلي الناس تحبك، ولا ربنا يغضب عليك ويخلي الناس تكرهك؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.